واحب اطمن كل اخوات الاهلاويه ان شاء الله السنه دي بنسبه 99% الدوري في الجزيره. ده المفروض يحصل محاسبه شديده لادارات نادي الزمالك اللي استلمت هذه الاراضي وتوالت عليها على مدار الزمن في الفتره اللي فاتت. هي ليه الارض دي تعاطت لنادي الزمالك من 22 او 23 سنه؟ ده كان ليه هدف ما حصلش، فالهدف ده انتفى دلوقتي. وينج الزمالك الجديد خوان الفينا الوينج اليمين، انا شايف ان الراجل ده يمثل مستقبل الوينج اليمين في النادي الاهلي. لاعب برازيلي اسمه كاوا بيشاو، بيلعب في نادي اسمه فاسكا برازيلي. السلام عليكم اخواتي الاهلاويه في كل مكان، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من مهاجم الاهلي. هنناقش النهارده في الحلقه ديت بوينت اوف فيو مهمه جدا ما حدش اتكلم عنها في قضيه ارض اكتوبر اللي اتسحبت من نادي الزمالك. هنتكلم عن نظره عامه على الثلاث جولات الاولى للدوري المصري ومصير هذا الدوري وهذا السيزون بالنسبه للنادي الاهلي. الحاجه الثالثه هنتكلم عن خوان الفينا مستقبل النادي الاهلي في الوينج اليمين. نبدا باوفر فيو بنظره عامه على الثلاث جولات الاولى للدوري المصري، واحب اطمن كل اخوات الاهلاويه ان شاء الله السنه دي بنسبه 99% الدوري في الجزيره والدوري للنادي الاهلي ان لم يقم كالعاده باقدام النادي الاهلي فهو باقدام منافسين. زي ما شفنا نادي بيراميدز في الثلاث جولات الاولى، وده والله فعلا ده اللي انا كنت متوقعه السنه دي، ان احنا هنشوف نادي بيراميدز في سيزون من اسوأ السيزونز اللي ممكن يكون قدمها خلال الفتره اللي فاتت. ليه؟ نادي بيراميدز نادي معلهوش، واللعيبه والاداره فيه معلهاش اي ضغوطات، او كل منظومه النادي معلهاش اي ضغوطات، مفيش جماهير، مفيش دوافع ممكن تخلق بالنسبه للعيبه دي. فالدوافع الوحيده الموجوده هي الدوافع الشخصيه للاداره واللاعبين ان هم يثبتوا نفسهم، او الاداره تقدر تثبت نفسها ان هي قادره على ان هي تنافس او ان هي تنجح وتعمل نجاحات في مسيرتها. فلما تلاقي السيزون اللي فات نادي بيراميدز حاصل على دوري ابطال افريقيا اكبر بطوله في القاره، بلس كمان ان نادي بيراميدز كان بينافس للحظه الاخيره على الدوري المصري، كانوا بعد 4-5 سيزون وبعد اخفاقات كتيره الناس دي اتخلق عندها دوافع كبيره جدا لاثبات الذات. هم اكتر من مره كانوا قاب قوسين او ادنى من تحقيق بطوله، فانفجروا مره واحده وحققوا بطوله مهمه جدا السنه اللي فاتت، وكانوا بينافسوا على اكبر بطوله داخل مصر اللي هي بطوله الدوري المصري مع النادي الاهلي. فطبيعي جدا ان يحصل بعد كده تشبع ونشوه تفضل مستمره معاهم لسيزون او اتنين، يعني سواء ان هم كما انا اتوقع ان هم السيزون ده يفنشوا الدوري مثلا خامس او رابع، ان هم في افريقيا يطلعوا بدري جدا، او ان هم يقعدوا سيزون او اتنين تاني، السيزون ده وسيزون تاني، ان هم ينافسوا بشكل بعيد شويه عن المنافسه لكن يكونوا قريبين من يعني مثلا يطلع ثالث دوري، يصعد دور 8 مثلا في دوري ابطال افريقيا لمده 2 سيزون لحد ما يتجدد للناس دي دوافع تانية. الخطأ الكبير جدا اللي اتعمل السنه دي من نادي بيراميدز من اداره نادي بيراميدز تحديدا، ان نادي بيراميدز حافظ على تقريبا 96% 97% من السكواد اللي موجود معاه من السنه اللي فاتت واللي قبلها. طب ايه الخطأ اللي حصل؟ الكلام ده مهم جدا وكويس جدا وصح جدا لو اتعمل في نادي جماهيري زي النادي الاهلي او حتى نادي الزمالك. ليه؟ لان انت دايما عندك دوافع، عندك ضغوطات من الجمهور، عندك ارث كروي يسمح لك ان انت تحافظ على لعيبتك ويكون عندهم دوافع متجدده. انما انت نفس اللعيبه دي 100% من السكواد بتاعك او 96 97% من سكوادك يا بيراميدز هو اللي كان موجود السنه اللي فاتت، وحصلت له نشوه الانتصارات والدوافع عنده حصل لها تثبيط وقلت جدا خلال الفتره اللي فاتت. فكان من الحكمه ان اداره بيراميدز تغير على الاقل 20-25% من السكواد اللي موجود. كان لازم يدخل دم جديد للفرقه السنه دي بحيث يكون في دوافع شخصيه للعيبه اللي لسه داخله ان هي تحقق النجاح، وبالتالي تكون هو الوقود اللي بيحرك باقي اللعيبه اللي موجوده معانا. وده خطأ يعني هتكتشفوا اداره نادي بيراميدز خلال الفترات اللي جايه، واعتقد ان هم هيصلحوا ده خلال الفترات اللي جايه. ربما يكتشفوه بدري في يناير اللي جاي، او ربما يوصل لاخر السيزون وللانتقالات الصيفيه القادمه ان هم يبداوا يدخلوا ويعرفوا ويحسوا بضروره دخول دماء جديده في الفرقه خلال الفتره اللي جايه. اما بالنسبه لنادي الزمالك فكالعاده وكما هو متوقع جمهور نادي الزمالك دائما هو الدبه التي قتلت صاحبها.
فانا توقعي ان جماهير نادي الزمالك هي اللي تثبط النادي، وهي اللي هتسبب فشل السيزون ده لنادي الزمالك. لما تشوف ردود الفعل على المكسب في المباراه الاولى لنادي الزمالك، وردود الفعل المبالغ فيها جدا والفرحه المبالغ فيها جدا، وان هم خلاص تحسوا ان هم اخذوا الدوري في اول سيزون، ما بيتعلموش. ده سيزون طويل جدا والدوري طويل جدا ومحتاج نفس. ما ينفعش ان انت تعمل كده مع لعيبتك وادارتك او اداره الكوره عندك، ان انت تحسسهم بنجاح كبير جدا وهم لسه ما عملوش حاجه. الحاجه الثانيه لما تيجي تشوف الماتش الثالث، خوان الفينا ظهر بشكل كويس، جاب جون، فتحس ان هم خلاص جابوا مارادونا. برضو بيقتلوا اللعيبه بتاعتهم، ما بيتعلموش. هي حاجه ما بيتعلموش منها، 5000 مره تحصل وتتكرر ويكونوا سبب في اخفاق ناديهم وما بيتعلموش حاجه. فانا توقعي الزمالك يملك سكواد قوي على ارض الملعب اللي موجودين في الملعب، لكن لا يملك عمق سكواد. يعني لما يغيب خوان الفينا مش هيلاقوا بديل كويس، لما يغيب عبد الله السعيد مش هيلاقوا بديل كويس، وهكذا. لما يغيب حسام عبد المجيد مش هيلاقوا بديل كويس. فدي مشكله كبيره جدا عند نادي الزمالك. خلال الموسم هيتعرضوا لاخفاقات كبيره جدا، خاصه ان في لعيبه مستواها هيهبط من تاثير جمهور الزمالك عليها. فانا يعني ما اعتقدش حتى ان هم يقدموا حاجه برضو في الكونفدراليه، اخرهم يطلعوا بالكاسات والصواني بتاعتهم بتاع كل سنه. فدي نظرة عامة. انا بقول النادي الاهلي السنه دي، لا، النادي الاهلي بمنتهى الاريحيه هيحصل على الدوري. انا مش قلقان خالص على بطوله الدوري دي بالنسبه للنادي الاهلي، لكن يعني الكره تحتاج ان تحترم، لازم تحترم الكره وتحترم ماتشاتك. نروح للموضوع الثاني اللي عايز اتكلم فيه، وهو قضيه سحب ارض اكتوبر من نادي الزمالك. والحقيقه انا ليا بوينت اوف فيو مختلفه تماما عن اللي بتناقش بشكل سطحي في الاعلام المصري. والحقيقه انا مش قادر ابدا ان انا افترض حسن النيه في نوعيه النقاش على سحب ارض 6 اكتوبر. الاعلام المصري بيناقش الامر من منظور ان الدوله بتساعد نادي رياضي مصري شعبي ليه جماهير، من باب يعني دعم الرياضه في مصر، ان هو بيدي 129 فدان لنادي الزمالك. الحقيقه الامر مش كده خالص. الموضوع، واعتقد الناس كتيره هتفهم الكلام اللي انا بقوله، الموضوع بيبقى ما بين الدوله وما بين النوادي. هي الدوله اللي عايز تدعم الرياضه بهذا الكم الكبير جدا من المليارات، هتقدر تروح تدعم مراكز الشباب اولى، وهو نادي قائم بذاته ويتحمل مسؤوليه سواء نادي اهلي او زمالك. لكن منظور الدوله في ان هي تدعم نوادي سواء الاهلي او الزمالك او غيره بهذه الاراضي، هي لها منظور وين وين سيتويشن. ان انا مستفيد كدوله، وهقول لكم مستفيد ايه، والنادي مستفيد. النادي مستفيد ان هو اخذ ارض كبيره جدا ما يقدرش ان هو يحصل عليها بامواله الخاصه، ان هو يقدر يبني عليها استاد بتاعه او النادي بتاعه. طيب النادي الدوله لما تدي النادي الاهلي ارض في التجمع او في الشيخ زايد او في اي مكان واتيفر، او في مدينه نصر او تدي الزمالك ارض من 22 سنه في 6 اكتوبر. خد بالك، ما تبصش ل 6 اكتوبر النهارده والتجمع والكلام ده، انت بص ل 6 اكتوبر من 20 سنه فاتت و22 سنه كانت صحراء جرداء. فايه استفادة الدولة ان هي تدي نادي هذا الكم الهائل من الاراضي، 129 فدان، مساحة مهولة من الاراضي؟ الهدف هو تشجيع اعمار هذه الاماكن. انا لما يجي يتبني عندي في هذه الارض من 22 سنه في مكان زي اكتوبر صحراء نادي زي نادي الزمالك او النادي الاهلي، فيبقى في رواق، فيبقى في ماتشات، ففي لعيبه بتروح، ففي جماهير، ففي رجل بتدخل، ففي مرافق بتتكون، انا هروح اشتري هناك كمستثمر، سواء مستثمر من خارج مصر او مستثمر من جوه مصر، او حتى من الشعب المصري عادي رايح يبني هناك ارض او ياخد بيوت او يبني مصنع او ايا كان. فدي الاستفاده بتاعتي. فانا بجيبك كنادي، ده الوين بتاع الدوله، دي الاستفاده الدوله. انا ممكن اديك 129 فدان، مساحه هائله جدا، تمام، بتراب الفلوس او من غير فلوس خالص، بس في المقابل انا باقي الاراضي اللي حواليك انا هعرف اكسب فيها 100 ضعف سعرها الحالي. سواء جبت نادي اهلي، نادي زمالك، حتى نادي بيراميدز، ايا كان النادي، انا استفدت بدخول مرافق، بدخول نجوم، برواج بيحصل فيه هذا المكان. زي بالظبط لما تيجي صحراء، مكان صحراء وتبني فيه جامعه، دايما هتلاقي حوالين الجامعه بتبدا الدنيا ان هي تنشط والاراضي تتباع والمستثمرين يدخلوا المنطقه ديت. فالوين بتاع الدوله بتاع الزمالك هنا حصل عليها،
وعمال يحلب في المستثمرين ويحصل على مبالغ مقابل الارض اللي مسقعها دي. ده المفروض يحصل محاسبه شديده لادارات نادي الزمالك اللي استلمت هذه الاراضي وتوالت عليها على مدار الزمن في الفتره اللي فاتت. الدوله استفادت ايه؟ خلاص اكتوبر عمرت، بقت معمره، خلاص حصل اعمار لاكتوبر. اذا في خلال ال 22 سنه اللي فاتت الاستفاده اللي انا كنت محتاج احصل عليها كدوله لم تحدث. الوين بتاع الدوله او استفاده الدوله لم تحدث، لان انت خلاص انت خدت الارض سقعتها. انا كنت عايزها الهدف ده ما حصلش. فهنا انا بشكر الدوله وبشكر رجال الدوله اللي موجودين في الوقت الحالي ان هم على قدر كبير من الوعي هي ليه الارض دي تعاطت لنادي الزمالك من 22 او 23 سنه. ده كان ليه هدف ما حصلش، فالهدف ده انتفى دلوقتي. الارض دي سعر الارض ساعتها لو كان المتر ب 500 600 جنيه، الارض سعر المتر هناك 10 12 20 30 الف جنيه. فالوضع اختلف تماما. انت كده انا اسف يعني انت كده بتتعدى على املاك الدوله. انت كنت واخدها بالسعر ده او ببلاش عشان خاطر ارفع سعر المتر حواليك. سعر المتر ارتفع بدون تدخلك او بدون اي استفاده منك. اذن فالهدف انتفى. وده المبرر الحقيقي والبوينت اوف فيو او النظره اللي احنا المفروض ننظر ليها للموضوع بشكل اوسع من الشكل السطحي اللي كان بيتناقش خلال الفترات اللي فاتت عن طريق الاعلام المصري. ويمكن انا حابب اتكلم عن وينج الزمالك الجديد خوان الفينا، الوينج اليمين. انا شايف ان الراجل ده يمثل مستقبل الوينج اليمين في النادي الاهلي. بعد ما ياخد لعيب عنده مساحه كبيره جدا ان هو ينضج او ان هو يتطور، عنده هامش تطور كبير جدا ممكن يحصل معاه في نادي الزمالك. لعيب سريع خفيف الحركه، قادر على المراوغه، قادر على التسديد، رجليه مظبوطه على الجون، لعيب برازيلي. واضح ان هو متاسس كويس جدا. فانا شايف ان خوان الفينا مبشر لعيب مبشر، محتاجين ان احنا نشوف مدى التزامه، نشوف مدى الانتاجيه، نشوف مدى الاستمراريه بتاعته على مدار موسم واتنين في نادي الزمالك. ثم الاهلي قادر على ان هو يستفيد منه في الفترات اللي جايه. الاهلي محتاج وينج يمين يلعب يكون بيلعب برجله الشمال داخل الملعب. اعتقد ان خوان الفينا يمثل مستقبل جيد جدا، واعتقد النادي الاهلي هيكون عينه عليه الفتره اللي جايه. والزمالك قادر ان هو يحصل على احمد عبد القادر زي ما هو بيجري وراه ومستنيه ومستني عقده يخلص مع النادي الاهلي. احنا ايضا في انتظار باذن الله ان احنا نحصل على خدمات خوان الفينا في المستقبل. اخيرا ان شاء الله هتكلم معاكم على صفقه مهاجم النادي الاهلي، وهي صفقه اعتقد ان هي جيده جدا. ايضا صفقه برازيليه ممكن تخلص في الصيف الجاي لو الاهلي قدر ان هو يسوق او يبيع اشرف داري. لاعب برازيلي اسمه كوا بيشاو، بيلعب في نادي اسمه فاسكا برازيلي. عنده 21 سنه، مهاجم جيد جدا. هو شبه كده ستايل خوان الفينا في اللعب، خفيف الحركه، جسمه مش طويل قوي، سريع مهاري، تسديداته كويسه من جوه ال 18 مش من بره ال 18. هتظهر له فيديوهات الفتره اللي جايه وهتشوفوه. انا اعتقد ان هو لعيب كويس جدا، وعنده برضه نفس الكلام، بنتكلم ان هو عنده هامش تطور كبير جدا ممكن تجيبه تستفيد منه موسمين ثلاثه. لعيب عنده 21 سنه، تبيعه بمبلغ كبير جدا وتقدر ان انت تجيب لعيب تاني يكون موجود معاك. انا اتمنى ان الاهلي يقدر ان هو يخلص الصفقه دي. اعتقد كل القنوات هتبدا تتكلم في الموضوع ده. احنا النهارده دلوقتي الساعه 8 واحنا بنتكلم على خبر ده وبنسجل الفيديو. فان شاء الله نتمنى النادي الاهلي ان هو يكون قادر على ان هو يخلصه في خلال هذا الصيف. لعيب كويس جدا. اتمنى ان شاء الله ان احنا نشوف النادي الاهلي في الدور الثاني من الدوري المصري. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.